كان هذا الرجل يرتجف من شدة البرد، فتح رأس رصاصتي بسكينه وسكب البارود على قطع من الخشب، ثم التقط بعض الأغصان الجافة القريبة وغطاها بالبارود. أخرج رصاصة أخرى وضرب قاعدة الرصاصة بطرف السكين محاولا إشعالها، لكن الطقس كان باردا وكانت يداه ترتعشان بشدة، فلم ينجح في ذلك. فما كان منه إلا أن وضع عصا مقابل الرصاصة ووجه نصل السكين نحو قاعدتها، ثم ضرب مقبض السكين بحجر فاشتعلت النار أخيرا، وانكمش الرجل على نفسه من شدة الخوف والبرد. في هذه الأثناء كان القتلة لا يزالون يتعقبونه. خلع ملابسه المبللة بسرعة، ثم أمسك بزجاجة وأخذ منها جرعة طويلة لتدفئة جسده، وسكب ما تبقى من الفودكا على جرحه، فلم يستطع منع نفسه من الصراخ ألما. تنفس بعمق ثم غرس السكين في الجرح ليستخرج الرصاصة، فوقع أرضا من شدة الألم. وبعد أن التقط أنفاسه قليلا وضع السكين في النار ليسخنه، ثم وضع جوربا في فمه ليتحمل الألم، وعاد ليسخن السكين من جديد. عض الجورب بقوة وضغط على الجرح بالشفرة المحمرة من النار. أغمي عليه من شدة الألم وسقط مغشيا عليه فوق الثلج. بحلول ذلك الوقت كان القاتل الذي يتعقبه قد اقترب جدا، وما إن شعر الرجل بالضجة حتى شد جسده المنهك ونهض. أدرك أنه تأخر كثيرا وأن القتلة سيصلون إليه قريبا، فتوقف وترك آثار أقدام مزيفة، ثم مسح الحقيقية باستخدام غصن. لكن في منتصف الطريق أدرك أن هذه الطريقة لن تضلل القتلة كليا. نظر إلى شجرة ضخمة قريبة وخطرت له خطة جديدة، وفي الوقت ذاته اكتشف القتلة موقد النار الذي أطفئ حديثا، فقرروا الانقسام للبحث عنه. تسلق الرجل الشجرة واختبأ بين أغصانها، وكان متوترا لدرجة أنه كاد يتوقف عن التنفس حين رأى أحد القتلة يقترب. وفجأة توقف القاتل ولاحظ اختفاء آثار الأقدام من الثلج، فرفع رأسه يتفحص المكان. شعر الرجل بالخطر وكاد أن يهاجمه، لكن لحسن حظه حالت الأوراق الكثيفة دون أن يراه القاتل. وبينما بدأ يشعر بالاطمئنان سال الدم من ذراعه وقطر على الثلج. تتبع القاتل قطرات الدم ورفع رأسه بحذر، فما كان من الرجل إلا أن أفلت السكين من يده وضربه ضربة واحدة قاتلة رغم توازنه المهتز. وبسبب الحماس فقد توازنه وسقط من الشجرة، لكنه هبط فوق جسد القاتل مما خفف من وقع السقطة عليه. أمسك بسرعة بسلاح القاتل ومعطفه، ثم شرع على الفور في التخلص من الجثة، حتى إنه غرس يده داخل بطن الجثة ليحافظ على دفء يده. وعندما وصل بقية القتلة أصيبوا بالذهول مما رأوه. كانت جثة زميلهم ممزقة، أما الرجل فكان قد غادر الغابة بسلام.